عليكم. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، والفيديو يتضمن دولمة عراقية مع الخضروات وقطع اللحم. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وراح نسويها اليوم سلك وورق عنب وبصل وفلفل وطماطة، وإذا حبيتوا تحطون شجر وتحطون باذنجان. هسه راح أراوي لكم أني المواد اللي راح استعملها. هذه الدولمة تطلع كلش طيبة. طبعا الدولمة بها عدة طرق، وسبق وأن لبيت لكم إياها وسويت لكم إياها عدة طرق. اليوم سويت لكم إياها طريقة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. والمواد المطلوبة لوصفتنا لهذا اليوم اللي هي دولمة عراقية. عندنا هنا طبعا فلفل أخضر، فلفل أحمر، طماطة، بصل، عندنا سلك فريش أو طبيعي، وعندنا هنا ورق العنب. طبعا اللي قبل فترة راويت لكم شلون سويتها اني الورق عنب وشلون حافظت عليها. هذا شكلها بعد ما طلعناها من الفريزر. وعندنا هنا 4 كوب من الرز المصري او الرز المدعبل، احنا نسميه دائري يكون. انا ما استعمل بالدولمة الا رز مصري. وعندنا هنا كيلو من اللحم، تقريبا باونين وربع كيلو، كله مغسول ومقطع وبهذا الشكل. راح نخليه جوا قبل لا نلف احنا الدولمة. وعندي هنا نص باون او اللي نص كيلو من اللحم، 500 جرام، باون وربع العفو. عندنا كاتشب او اي نوع كاتشب متوفر عندكم، ينطي نكهة كلش طيبة حلو حامض. وعندنا دبس الفلفل، هذه طبعا حارة، حبيتوا تحطون باردة براحتكم. وعندنا دبس الرمان اللي احنا نستعمله. وعندنا هنا زيت تقريبا نص كوب، زيت نباتي، عباد الشمس او اي زيت انتم تحبون. تقدرون تخلون ايضا زيت الزيتون. عندنا كزبرة ناشفة، وعندنا 7 بهار، وعندنا كمية من المعجون الطماطة، وعندنا هنا البهار الأحمر البارد، فلفل أسود، قطعة ماجي خضراوات، كركم، ملح. وهنا الخضرة طبعا قطعتها كلها أنا قبل بوقت، اللي هي طماطة تقريبا باون واحد اللي هو أقل النص كيلو، 400 جرام. وعندنا بصل أخضر تقريبا كوبين، وعندنا بقدونس وجبن تقريبا كل واحد نص كوب. وعندنا البصل والثوم الأبيض، بصل أبيض وثوم قطعناهم كلهم، صار هذا شكلهم. المواد الخضراوات راح نبدي هسه احنا نخلط المواد، وراوي لكم طريقة عمل الدولمة العراقية لهذا اليوم أحبتي المشاهدين. طبعا بقدر مثل هذا راح نخلي المواد كلها دي الخضراوات اللي شرحت لكم عليها كلها نخليها. طبعا خلطة خفيفة نخلطهم بهذا الشكل. شوفوا شكلها ايش قد حلو. المواد كلها مقطعة بالايد، طبعا تقطعوها، لا تقطعوها بالثرامة لان تذب مي هواية وتصير طعم الدولمة ما طيبة. راح نخلي اللحم اللي شرحت لكم عليه اللي هو لحم مفروم. طبعا خلينا تقريبا باون وربع اللي هو نص كيلو لحم احمر شرح. راح نخلطهم بهذا الشكل. كل المواد تاخذ طعم الخضراوات واللحم. وراح نبدي هسه احنا نخلي الكزبرة طبعا ملعقة اكل وحدة هذه ناشفة. واذا عندكم انتو كزبرة خضراء تحطون. وراح نخلي الكركم والملح، وراح نخلي احنا البهار الاحمر والفلفل الاسود، وراح نخلي قطعة الماجي خضراوات، طبعا ماجي تنطي طعم طيب. وراح نخلي الرز طبعا بالتدريج، نخلي شوية ونخلط. الرز المصري اطيب شي بالدولمة العراقية، طبعا يذب نشا وينطي طعم كلش طيب. راح تشوفون هذه الخلطة ايش قد طيبة وشكلها ايش قد حلو يصير. راح نبدي نخلي شوية من 7 بهار، ما نخلي هواية، نص ملعقة اكل، لان الكزبرة والجبن تنطي طعم كلش طيب
بهذه وصفتنا العراقية اللي هي دولمة. طبعا الدولمة أو ملفوف الورق العنبي يسموه بالدول العربية الأخرى. طبعا أنا أقولها بعدة لغات لأن أكو مشاهدين ما يعرفون شنو دولمة، بس هسه بهذا الوقت كلهم عرفوا الأكلات العراقية المشهورة والطيبة. راح نبدي نخلي دبس الفلفل اللي قلت لكم حار، طبعا الحرارة حسب الرغبة. أنا راح أخلي تقريبا ملعقة ونص مال أكل، هذه ملعقة ونص. وراح نبدي نخلي المعجون الطماطة. طبعا راح تصير دولمتنا حمراء وشكلها كلش حلو. راح نخلي الكاتشب. هسه يقولوا لي ليش تحط كاتشب؟ الكاتشب ينطي طعم كلش طيب، جربوها الوصفة راح تشوفون. طبعا راح اخلي ايضا ملعقة ونص مع الاكل هذه. وراح اخلي دبس الرمان، طبعا ايضا يصير حامض حلو. تقريبا راح اخلي 6 إلى 7 معالق اكل. وراح اخلي زيت النباتي نص كوب. وراح نخلي الكمية المتبقية من الرز ونخلط. طبعا نخلطهم كلهم. وهسه اراويكم الشكل النهائي لخلطتنا لهذا اليوم. بعد ما خلطنا المواد كلها مع بعضها ساراويكم الشكل النهائي للخلطة. هذه شكلها، شوفوها احبتي. راح ابدي هسه اصفط قطع اللحم واراويكم اياها. هذا شكلها. راح ابدي اخلي قطع اللحم بالجدر. بعد ما صفطت اللحم بهذا الشكل بالجدر راح ابدي الف الدولمة واخليه عليه. طبعا احنا ما راح نطبخ هنا اللحم لان هو راح يستوي ويذب مي وينطي نكهة كلش طيبة. وراح ابدي اصفطها او الف الدولمة واراويلكم شكلها النهائي. بعد ما سوينا هذه الطبقات من السلق وخلينا الفلفل الاخضر بالوسط، هسه نبدي نكمل باقي ونفور الدولمة واراويلكم شكلها النهائي. هذا شكل الدولمة النهائي بعد ما خلصنا ولفيناها. وطبعا على جنب سوينا احنا تمر هندي، مي تمر هندي راح نخلي عليها. راح نخليها اول مرة اول ربع ساعة على نار عالية على الطباخ حتى يستوي اللحم. وراح نغطيها بالماعون بهذا الشكل وندوس عليها. وراح هسه نسدها احنا بهذا الشكل وننتظر واراويلكم شكلها. طبعا التمر هندي اللي خليناه احنا هنا تقريبا نص كوب من التمر هندي، وخلينا 3 كوب من المي. هي 4 عندنا كوب رز، خلينا 3 كوب مي لانه الخضروات والمواد واللحم كلها راح تذب مي على مثل تطلع يمكم هواية بيها مي وناعسة الدولمة. فتحطون كل 4 كوب رز 3 مي ويا مي التمر هندي هذا، يعني كله يصير 3 كوب مي. بعد مرور 15 دقيقة أو 15 دقيقة شوفوا شلون ذبت مي ودا تستوي الدولمة. راح نبدي نخلي قليل من التمر هندي، مي التمر هندي راح نديرها هنا وراويلكم. بعد ما خلينا مي التمر هندي راح نخليها تقريبا 40 دقيقة تستوي وراويلكم شكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم. إن شاء الله تعجبكم أحبة المشاهدين. بعد مرور من 40 إلى 45 دقيقة انتهت وصفتنا لهذا اليوم. كلها استغرقت تقريبا من 60 إلى 65. أول مرة خليناها 15 دقيقة على نار عالية استوى اللحم من جوا، وبعدين نصيناها إلى 40 إلى 45 دقيقة وراح أراويلكم شكلها النهائي. وطبعا هنا خلينا خبزة احنا بالصينية هذا الشكل، وهذا شكل الوصفة. بعد ما استوت راح نبدي هسه نصبها وتشوفون شكلها النهائي. خلينا الصينية بهذا الشكل وراح نبدي نقلبها وتشوفون شكلها إن شاء الله يعجبكم. هذا شكل وصفتنا لهذا اليوم اللي هي دولمة عراقية، سراويلكم إياها.
إن شاء الله تكون هذه الوصفة تعجبكم. طلعت عندنا مثل الكيكة كلش حلوة شكلها. سابقا نزلت لكم الفيديو وعلقتوا عليه وطلبتوها. هذا شكلها النهائي. شوفوا اللحم شلون مستوي، وطلعت عندنا مثل قالب الكيك. لو حبيتوها تابعوني على اليوتيوب شيف عامر، على الفيسبوك راح تشوفون هذه الوصفة هناك. وصفة جدا جدا لذيذة. أهم شي تخلوها تستوي على راحتها على نار هادئة بعد مرور 15 دقيقة، وتطلع عندكم بهذا الشكل. انتظروني بوصفات جديدة إن شاء الله كلها ألبيها لكم أحبتي المشاهدين. شوفوا اللحم شلون مستوي وصاير على لون البراون أو الذهبي. ودمتم برعاية الله وحفظه.